السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكفتة القمر دي. هنعمل مع بعض في البيت كفتة الحاتي بكل تفاصيلها وكمان بكل سهولة. اي حد بتظهر معاه مشكلة في الكفتة، سواء الكفتة بتفك منه او سواء الكفتة بتطلع معاه ناشفة، اي عامل من عوامل فشل الكفتة، ان شاء الله باذن الله فيديو النهاردة هيعالج كل مشاكل الكفتة وهتطلعوا بعده احلى كفتة في الدنيا. وكمان هعملها على جريل على النار، او تقدروا تعملوها في طاسة علشان لو الفرن مش متاحة. وهعمل معاها سلطاتها وسلطة الحياتي الرهيبة. يلا بينا نسمي بسم الله ونبتدي على طول في فيديو النهاردة. اول حاجة هجيب عندي بولة كبيرة وهحط فيها نص كيلو من اللحمة المفرومة. اللحمة دي مفرومة جاهزة من عند الجزار، ودي بتبقى نسبة الدهن فيها من 25 ل 30%. وعايزة اقول لكم ان دي نسبة معقولة جدا علشان الكفتة بتاعتنا ما تكشش اثناء السوى لو الدهن اعلى من كده. وهحط على النص كيلو ده معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وعندي كمان خلطة الكفتة الجاهزة دي هاخد منها معلقتين كبار على النص كيلو. ينفع تستغنوا عنها طبعا وتحطوا بهارات كفتة، بس هي لذيذة جدا وبتغني عن البهارات وطعمها بيبقى خطير. ومعايا كمان بصلتين صغنطتين كده، انما لو البصل بتاعي كبير هاخد واحدة كبيرة. انا هبشرها بشر ناعم وزي ما هي كده بالظبط، ولا هحط ملح ولا هصفيها ولا حاجة خالص. هاخدها معايا على طول على اللحمة بتاعتي. والحركة دي هي اللي بتخلي الكفتة عندي جوسي كده وطرية من جوه. ودلوقتي معايا نص حزمة بقدونس. هبتدي كده اشيل الاعناق اللي من فوق، طبعا غسلها كويس جدا ونقعها في ميه وخل. وبعدين هشيل الاعناق كده وابتدي افرم الورق ده فرم ناعم جدا. النص حزمة دول هيعملوا تقريبا ربع كوباية من البقدونس. انا بفرم البقدونس فرم ناعم وبشرت البصل ناعم، لان انا هشتغل على ايدي مش على الكبة. لو هتشتغلوا بالكبة فطبعا ملوش لزوم خالص الفرم الناعم ده. ودلوقتي هحط البقدونس على اللحمة، ومعايا دلوقتي معلقة كبيرة مليانة بشكل هرمي من النشا. النشا رهيب في الكفتة، بيخليها تمسك معاكي واستحالة تفك. ومعايا كمان دلوقتي معلقتين كبار ممسوحين من الدقيق. الدقيق بقى بيمتص العصارة بتاعة البصلة، احنا ما عصرناش البصلة علشان الدقيق بقى يشرب العصير بتاعها ويحتفظ لي بيه جوه الكفتة، فالكفتة بتاعتي تفضل طرية عمرها ما تطلع معايا ناشفة. حقيقي ما تعصروش بصل الكفتة تاني ابدا. وعندي كمان ربع معلقة صغيرة من البيكربونات او بيكربونات الصوديوم، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والمادة الرافعة دي علشان تخلي الكفتة معايا هشة وما تطلعش مكبوسة كده ومجبسة. هاخد بقى الكلام ده كله وانزل فيه عجن بايدي بالشكل ده. بعجن كويس جدا في الكفتة، بعملها هنا معاملة العجينة، يعني كأن ده دقيق ومية وانا بعجن فيه كويس جدا. بفضل اعجن كده بايدي ما لا يقل عن ربع ساعة. طبعا لو في كبة مش هتاخد معاكي الوقت ده خالص وهتنجزك وهتوفر عليكي وقت ومجهود. بس انا الكبة بتاعتي بايظة فاشتغلت بايدي كده ربع ساعة لحد ما توصل للي احنا شايفينه ده، ان اللحمة تبقى متصلة ببعضها بشعيرات رفيعة كده، او يبقى واصلها ببعض خيوط كده. وده هو بالظبط اللي احنا عايزين نوصله من عجن الكفتة. دلوقتي بقى هغطيها كده بكيس نايلون وادخلها عند التلاجة من ساعتين ل3، ممكن اكتر من كده، مفيش اي مشكلة. ودلوقتي بقى هعمل معاكم سلطة الطحينة وهقول لكم انا بعملها ازاي. انا بحط طحينة كده، طحينة خام، ايا كانت الكمية هتظبط معاكي بالطريقة اللي بقولها لك دي. بحط الطحينة الخام بتاعتي في طبق او في بولة، وبعدين ببتدي انزل عليها بالمية الدافية شوية بشوية. يعني بنزل بمعلقتين مية واقلب كويس قوي، وبعدين انزل بمعلقتين مية كمان واقلب كويس قوي، وهكذا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ودي اظبط طريقة علشان احل بيها الطحينة. انا لو حطيت المية مرة واحدة، اولا بيبقى حلها مش سهل، ثانيا هي ممكن تخف معانا جدا. فدي هي اظبط طريقة لحل الطحينة. وبرضو وانا بحلها كده ببقى مخلية بالي ان المية دافية، فالطحينة هتكون معايا خفيفة شوية. لما تبرد كده والمية بتاعتها تبرد هتلاقوها بتتقل كتير. ودلوقتي بقى هبتدي اضيف ليها شوية من الخل، حوالي معلقتين كده، وطبعا ببقى عاملة حسابهم برضو. وهحط كمان رشة فلفل ورشة ملح، ومعايا هنا فص توم واحد بحطه على الطحينة بتاعتي. وببتدي اقلب بقى الكلام ده كله في بعضه كويس جدا. وكده الطحينة بتاعتي بقت جاهزة. تقدروا تضيفوا شطة او بابريكا، او تقدروا خلاص كده هي بقت تمام التمام. وده كده القوام بتاعها وهي لسه دافية. طبعا لما تبرد زي ما قلت لكم هتتقل شوية وهتبقى مظبوطة جدا. هبتدي بقى كده احطها في سوسيرة او في اي طبق هقدم فيه،
وهديها كده رشة بسيطة من الشطة او البابريكا طبعا، هزينها بيها كده. واي حاجة خضرا، يعني اي حاجة زينوها باللي تحبوه. وهخليها دلوقتي على جنب. وتعالوا بقى على ما الكفتة بتاعتنا تطلع من التلاجة اعمل لها السائل اللي انا هدهنها بيه. او مش سائل، يعني المعنى الادق هو خليط، هو عبارة عن طماطماية مبشورة وعليها ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، ومعايا حوالي معلقتين كبار من الزيت، وكمان معايا كده شوية من دبس الرمان، حوالي معلقة ونص كبار. هقلبهم كده في بعض واخليهم معايا دلوقتي على جنب. ودلوقتي طلعت الكفتة بتاعتنا من التلاجة، ويلا بينا تعالوا نصبعها. انا معايا هنا 3 اعواد من الاعواد الخشب دي، الاسياخ الخشب اللي احنا بنشوي عليها. وهحطهم لو انا هشوي في الفرن، الاسياخ دي لازم تكون في مية ساقعة قبل ما ابتدي احط عليها الكفتة بحوالي نص ساعة، ده اساسي علشان ما تتحرقش معاكم في الفرن. انما لو زي انا كده، انا يدوبك بس هصبع عليها وهطلع منها الكفتة، فمش ضروري خالص المية. طيب انا بصبع عليها الكفتة ازاي؟ انا بمسك قطعة الكفتة كده في ايدي، وبعدين ادخل الاسياخ دي فيها كأني بقسم القطعة اللي في ايدي دي لنصين. وبعدين ببتدي كده اروح قافلة قطعة اللحمة دي او قطعة الكفتة دي على الاسياخ، وابتدي كده اضغط عليها. وانا بضغط كده بضغط وبسحب لفوق، وبقفل كويس وبضغط وبسحب لتحت، وهكذا لحد ما ياخد الصباع مظبوط. وفي النهاية بقفل الصباع كويس قوي على الخشب من فوق، وبقفله كويس قوي على الخشب من تحت، خصوصا لو هدخله فرن فده اساسي اعمل فيه كده. وبعدين بقى ممكن ادي شكل كده لصابع الكفتة، بمسكه كده واضغط عليه بصوابعي ضغطات كده ورا بعضها لحد ما يديني الشكل ده. والشكل ده بيظهر اكتر لما بدخل الكفتة بتاعتي الفرن، يعني ما بيظهرش قوي واحنا شغالين على جريل على النار او على طاسة. طيب انا ما عنديش الاسياخ وعايزه اصبع الكفته، هعمل ايه؟ انا هجيب كده ظهر المعلقه او ايد المعلقه، يعني ده مش ظهرها، وابتدي كده اخده واعمله هو كأنه هو سيخ وبصبع عليه. هعمل نفس الخطوات بالظبط، همسك كده قطعة كفتة في ايدي وبعدين اقسمها بايد المعلقة دي وابتدي اصبع واسحب كده لفوق ولتحت لفوق ولتحت. وخلاص كده هيبقى معاكم صابع كفتة لذيذ جدا. كمان بالعكس، التصبيع على ايد المعلقة دي بيبقى اسهل بكتير من على الاسياخ. وكمان صباع الكفتة بيطلع من عليها اسهل، يعني هي الشغل فيها عموما اسهل بكتير والله من الشغل على الاسياخ. طيب انا لو وانا شغالة كده الكفتة بتاعتي بتلزق في ايدي وبتضايقني، هعمل ايه؟ هحط نقطة زيت صغيرة كده على ايدي وامسح بيها ايدي، وبعدين ابتدي اصبع، هتتصبع معايا بسهولة جدا من غير اي تعب. خلصت كده، انا صبعت الكمية اللي عندي كلها، ويلا بينا نيجي للتسوية عندي هنا جريل على النار او طاسة طبعا زي ما قلت لكم. وبعدين ببتدي احطها كده على نار عالية تسخن كويس قوي، اديها كده نقطة زيت واوزعها عليها كويس. وبعدين وهي سخنة كده ابتدي انزل الكفتة، بس اكون سريعة. وبعد ما انزل الكفتة مباشرة اهدي النار بتاعتي جدا، اخلي النار عندي اهدى حاجة علشان الكفتة بتاعتكم ما تتلسعش، وعلشان كمان تلحق تستوي. ببتدي كده اقلبها بعد حوالي دقيقتين على النار الهادية. انا هنا الكفتة بتاعتي سبتها دقيقة على نار عالية، فاخدت لون سنة كده زيادة. وعشان كده بقول لكم يعني بس يا دوب نحطها والطاسة سخنة وبعدين نهدي النار فورا. وببتدي كده اقلبها لكل الجوانب بتاعتها لحد ما تستوي، بتاخد تقريبا بالظبط 6 دقايق على النار بتكون جاهزة. نقطة مهمة بس ان انا مش بقلب الكفتة بتاعتي خالص قبل ما يعدي عليها دقيقة وهي على النار، يعني هحطها على النار تاخد صدمتها كده واحطها في الطاسة السخنة، وبعدين استنى عليها دقيقة وابتدي اقلبها. ما اقلبهاش خالص قبل كده علشان ما تلزقش معايا وتتبهدل وهتبوظ مني جدا. فلازم اسيبها تاخد صدمتها التمام وبعدين ابتدي اقلبها. ودلوقتي الكفتة بتاعتي خلاص ابتدت تدخل في السوا، فهبتدي بقى اخد من الخليط اللي انا عملته دبس الرمان وبشر الطماطم والملح والفلفل والزيت، وابتدي كده اسقي في الكفتة بتاعتي طول ما هي بتستوي. بحط كده بالفرشة عليها واقلبها واحط من كل الجوانب. الخليط ده رائع، بيديها طعم لذيذ قوي وكمان بيديها لمعة حلوة جدا.
بفضل اسقيها بيه كده طول مدة السوا. وخلاص الكفتة بتاعتي استوت، بصوا بقى بتلمع وجميلة. هبتدي بقى كده اخدها عندي واحطها على طبق مفروش بخضرة، سواء كزبرة او بقدونس او حتى جرجير، بس هي انسب حاجة مع الكفتة البقدونس. دلوقتي بقى هاخد الطاسة او الجريل بتاعي، وفي نفس مكان الكفتة الاولانية، من غير بقى زيت المرة دي، من غير اي دهون، لان كده كده الكفتة نزلت دهونها مع الزيت اللي كان في الطاسة، ومش محتاجين اي دهون تاني. والمرة دي بقى ما نسيتش النار تحتها عالية، انا هديت عليها النار فورا بعد ما نزلتها. فهتلاقوها كده واخدة لون يعني اللي هو المعقول جدا جدا. فخلوا بالكم بس من النقطة دي. وبرضو بنفس الطريقة هبتدي كده اسقيها بالخليط اللي احنا عملناه ده، طول ما هي بتستوي، طول مدة السوا بسقي كده فيها. وخلاص كده الكفتة كمان هنا استوت معايا، هبتدي بقى اخدها واحطها جنب اخواتها. وانا هنا نسيت حاجة مهمة جدا، وابتديت كده ارص الكفتة على التقديم مباشرة. ونسيت اهم حاجة، نسيت الفحمة. فرجعت الكفتة تاني في الجريل زي ما انتم شايفين كده. وحطيت بقى في النص كده ورقة من الألمنيوم فويل، وولعت فحمة وحطيتها جوه الألمنيوم فويل بتاعي ده. وحطيت عليها نقطة زيت كده. لو انا بقى ما كنتش نسيت وكنت افتكرت قبل ما انزل الكفتة في الطبق والسوائل بتاعتها تروح، انا كنت خدت من الدهون اللي نازلة من الكفتة وحطيتها على الفحم. وكله بقى احلى كفتة في الدنيا. ودلوقتي بقى اكمر كل الدخان اللي طالع من الفحمة كده كويس جدا، واقفل عليه كويس جدا علشان الكفتة تلقط الطعم بتاع الفحم. هسيبه كده مكمور شوية 10 دقايق كده ولا حاجة. وتعالوا نعمل السلطة الجميلة بتاعتنا النهاردة. عندي طماطم متقطعة، وعندي فلفل متقطع، وعندي خضرة شبت وبقدونس. ضروري جدا الشبت في السلطة دي. وعندي كمان خيارية متقطعة، وعندي جزراية متقطعة، وعندي بصلة واحدة صغيرة متقطعة مكعبات بالشكل ده. دي كل الخضروات اللي انا هحتاجها للسلطة بتاعتي النهاردة. ونيجي بقى للبطل بتاع حدوتة السلطة دي، وهو الدريسنج. دريسنج سلطة الحاتي بسيط جدا جدا بس طعمه رائع. عندي نص كوباية من المية، وجواها 3 مكعبات من التلج، هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقتين كبار من الخل، وعصير نص ليمونة. نص ليمونة هاخد العصير بتاعها كامل. اقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا. وبعدين اخد بقى الدريسنج ده واحطه على السلطة بتاعتي. وهبتدي بقى اقلب السلطة بتاعتي بالوانها الجميلة دي بشكلها الرائع. اقلبها في بعض كده كويس، وعلشان ناكل احلى سلطة بالطريقة دي واظبط سلطة، يبقى نعملها قبل الاكل بساعتين او 3 وندخلها التلاجة. هنحط لها الدريسنج بتاعها وكل حاجة، بس ما عدا البصل. البصل يتحط وقت التقديم، انما هي كلها تتعمل وتتحط في التلاجة. تطلع رهيبة. ولو عايزين طبعا نفس طريقة التقديم، فهنحطها كده في كوبايات، ناخد من السلطة ونحطها كده في الكوبايات، وناخد طبعا من الدريسنج بتاعها الرهيب ده، ونحط كده في الكوباية بتاعتنا. وخلاص بقت جاهزة عندنا احلى سلطة حياتي في الدنيا. وعايزة اقول لكم ان احنا طول عمرنا بنعمل السلطة دي في بيتنا، في بيت بابايا، يعني السلطة دي بتاعتنا هي المفضلة مع اي اكل في الدنيا، هي رهيبة. تعالوا بقى نشوف الكفتة بتاعتنا بعد ما كمرنا فيها. بصوا بقى يا جماعة المنظر، بصوا المنظر رهيب. كأننا نقلنا الحاتي عندنا في البيت. دلوقتي بقى نرص الكفتة بتاعتنا الرصة اللي احنا حابينها، بس نحط تحتها كده شوية بقدونس. وبصوا بقى، تعالوا اوريكم الكفتة بتاعتنا عاملة ازاي. بصوا القطعة بقى بتاعة الكفتة اللي هي قطعة فيها شدة خفيفة قوي دي، واحنا بنقطع صباع الكفتة. كل حاجة فيها مظبوطة بالملي، كفتة طرية من جوه وجوسي وخطيرة. وان شاء الله بإذن الله انا متأكدة ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم. هتقدموها بقى مع سلطاتها. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان هو يفيدكم. وما تنسوش انه لو عجبكم تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش الفولو على الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد مع وصفة جديدة. كنت معكم اسماء، والسلام عليكم.